السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيكه بالتفاح كتجي لذيذه في المذاق ديالها، كذلك سهله في التحضير ديالها. اول شيء هنايا غادي ناخذ واحد المقلاة اللي غادي نوضع فيها كاس من السكر سنيده اللي غادي ندوبو حتى كيرجع لنا هنايا على شكل كريم كراميل كيف ما كتلاحظوا معايا. غادي نوضعو في المول. هنايا المول دهنتو غير بالزبده ورشيت عليه جنجلان مع الجناب، يمكن لكم ديروه غير الطحين، يعني كيبقى اختياري. هنا خديت التفاح، واحد جوج تفاحات كبار قطعتهم حتى هما هكذا وعملتهم فوق الكريم كراميل. بالنسبه للكيك انا غادي نحتاج 3 ديال البيضات، حكيت هنايا شويه ديال القشور ديال الحامض، خلطتهم مزيان دوك البيضات طلعتهم شويه مع واحد ساشي ديال الفاني. هنا كذلك ضفت عليهم كاس ديال السكر وكنضرب ثاني مزيان. غادي نضيف كاس ديال الزيت نباتيه وغادي نرجع نضرب ثاني الخليط ديالي مزيان. بالنسبه للدقيق هنايا عملت 2 كيسان ديال الدقيق من نوعيه جيده ديال الحلويات، وكذلك ضفت خميره ديال الحلوى. وهذا هو القوام اللي حصلنا عليه ديال الخليط ديالنا. من بعد ما خلطت جميع المكونات الان غادي نصبها فوق التفاح وغادي نوضعها في الفران على درجه حراره 175 درجه لمده ديال 35 دقيقه. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. من بعد ما خرجتها من الفران كتجي لذيذه في المذاق ديالها بديك الطبقه ديال الكريم كراميل مع التفاح لذيذه. نتمنى انكم تجربوها، ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش بالتعاليق ديالكم وكذلك باللايكات.